هي لو الدكتورة سعاد قالت الكلام ده فعلا ده كلام خطير. ربنا ما بيظلمش حد، هو ربنا ما بيظلمش حد، وما ربك بظلام للعبيد. هو ربنا ما بيظلمش حد. وبعدين ان الرسول مش هيشفع للمسلمين بس، لا، الرسول هيشفع للمسلمين بس. ما اللي امن بسيدنا عيسى ايام وجود سيدنا عيسى ان هو الرسول ده مسلم. سيدنا نوح مسلم، سيدنا ابراهيم مسلم، يوسف مسلم، كل الانبياء، موسى، كل الانبياء مسلمين. ده ربنا اللي قال كده في القران. ولو انت بتقول عكس كده يبقى انت بتخالف القران، يبقى انت بتكذب القران. يبقى اما تيجي انت تكذب القران ده كفر باين والعياذ بالله. ما ربنا قال ان كل الانبياء اللي امنوا بيهم اسمهم مسلمين، ده ايات موجوده محكمه في القران. لما انت بتكذبه وتقول ان الرسول هيشفع لغير المسلمين، لا، الرسول هيشفع للمسلمين. من اول ابونا ادم لغايه ما تقوم القيامه، الرسول هيشفع لكل المسلمين اللي امنوا بانبيائهم اسمهم مسلمين. لكن الكفره الرسول هيشفع لهم؟ اذكار ربنا ما رضاش يخليه يشفع لعمه. اذكار ربنا منعه ان هو يستغفر لعمه. يبقى ازاي هيشفع لدول؟ ازاي يا دكتوره ساعات تقول ان ربنا مش هيظلم مجدي يعقوب ويدخله الجنه؟ انت بتكدبي كلام ربنا. يعني انت مش بتعارضيه، ده انت بتكدبيه. انا لله وانا اليه راجعون. لهم حق الشباب الجديد يتلخبطوا، ما يعرفوش هم رايحين فين ولا جايين منين. لا حول ولا قوه الا بالله، ويتوب علينا ربنا.